السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري. بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 في المركز ال11، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز ال13. سجل هدف التقدم للأهلي الجنوب إفريقي بيرسيتاو في الدقيقة 33 من الشوط الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم المدافع عبد الكريم مصطفى لتخدع الحارس وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى. وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة من علي معلول ضربت دفاعات الإسماعيلي، استلمها إمام عاشور وراوغ المدافع وسددها بيسرى قوية على يسار أحمد عادل إلى داخل الشباك. وقلص الإسماعيلي الفارق في الدقيقة 75 عن طريق عبد الرحمن مجدي من ضربة جزاء حصل عليها الدراويش بعد عرقلة لاعبه من قبل رامي ربيعة. وتعرض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 19، وشارك حسين الشحات بدلا منه. وفي الدقيقة 89 حصل محمد نصر لاعب الإسماعيلي على طرد بعد عرقلة الفرنسي أنتوني ماديست واعتراضه على الحكم بشكل غير لائق ليحصل على إنذارين وبطاقة حمراء. وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع بعد التصدي لتسديدة عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء. مليون مبروك للنادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.